السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وحال يا رب. انا عندي اطفال ومش عارفة اوازن بينهم وبين البيت وبين نفسي، او انا لسه عندي بيبي مثلا صغير ومش عارفة اوفق الدنيا ولا عارفة اعمل حاجة والدنيا مقلوبة ومش عارفة اعمل ايه، او انا امرأة عاملة بشتغل برا البيت ومش عارفة برضو اوفق بينهم، او انا بشتغل حتى لو ليا شغل مثلا جوه البيت بس برضو مع ضغط الحياة انا الدنيا عندي ملخبطة ودايما مش عارفة اظبط الدنيا كده ولا عارفة اعمل خطوات امشي عليها. دي يعني خلاصة الافكار اللي احنا او الحلول يعني للحاجات دي ان احنا هنتكلم عنها سواء النهاردة سواء حتى لو الفيديو ما كفاش ممكن نتكلم عنها في خلال الفيديوهات الجاية. تمام، قبل اي حاجة احنا قناة بيت نوني، اتمنى لو اول مرة تشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا وتعملي لي لايك للفيديو ده وباذن الله يعجبك. طيب، عايزة اول نقطة هكلمكم فيها، عايزة اقول لكم هو الموضوع ده الاول كده يعني ممكن نقول فيه فيديوهات كتير جدا وفي مواضيع كتير جدا ومتفرع لحاجات كتير جدا ممكن نتكلم فيها، لكن انا النهارده عايزه اكلمك في كام فكره عامه هتبقى مرتبطه بكل الحالات اللي انا قلت عليها دي. عندك اطفال صغيرين كبار بتشتغلي، لا الكلام ده عام لينا كلنا. بعد كده برضو لو الفيديو ما كفاش من خلال الفيديوهات الجايه نتكلم عن التفاصيل، التنظيفات، حاجات معينه مثلا بتسهل علينا، التفريزات، نعمل ايه، نرتب ايه قبل المناسبه، يعني في حاجات كتير قوي في الموضوع ده. فخلينا النهارده نقول كام فكره عامه كده هتنفعنا كلنا. وعشان اكلمك عن اول فكره تعالوا كده احكي لكم موقف حصل معايا زمان وانا حامل في ابني الاول. كنت لسه بقى صغيره يعني ولسه بقى متجوزه وما عنديش خبره والكلام ده كله. فكان عندي يعني واحده بتزورني، فالواحده دي عملت ايه، زي مثلا بصت بعينها كده لقيت كل حاجه زي الفل وكل حاجه تمام وتحفه والكلام ده كله. فلدرجه ان هي حطت ايدها تحت كرسي الصالون، وطبعا في ناس هتفكر ان بافور بس يعلم ربنا ان ده حصل معايا. تحت كرسي الصالون على الارض نفسه، الجزء اللي بره السجاده يعني على السيراميك نفسه، وزي مثلا عملت كده ولقت تراب. تمام، طبيعي مش عارفه اوطي لان كمان كنت في الشهور الاخيره مش عارفه اوطي قوي كده يعني. والامانه ما كانش فيه الموب دي، كان ساعتها الشرشوبه هي اللي انا متجوزه بيها وما كنتش بحبها لان كنت بحس انها بتبهدل، فمش اللي هو المسح اللي باستمرار يعني. فعملت بايدها كده طبعا لقت تراب فقالت لي ايه ده، بصي ابقي امسحي انت اكيد ايه عشان الحمل وكده مش قادره يعني. عايزه اقول لكم ان بعد الموقف ده قعدت يمكن يومين 3 بدون مبالغه او اكتر ارتب وانظف والمع واشوف كل التفاصيل اللي ممكن اي حد عينه تيجي عليها او ما تجيش واعملها. طبعا مش قادره اقول لكم انا تعبت ازاي بعد الموقف ده. انا لحد النهارده حرفيا انا عندي مش من الموقف ده بس، انا اقصد طبيعتي يعني عندي مشكله في اخر فقرات ظهري من تحت. اي موقف حتى دلوقتي يعني، فما بالكم بقى مع تقل الحمل مع المجهود اللي انا عملته. فعايزه اقول لكم انا تعبت جدا بعدها بجد، يعني اللي هو ايه، ليه؟ عشان اهتميت بالكلام ده. وعدى كذا سنة عليا وكنت حامل بقى في بنتي بعد كده، والموقف ده اتكرر ومن نفس الشخصية. هتقولي لي معقول؟ هقول لكم معقول. في ناس هي بتفضل كده ما تعرفيش هي بتنسى مع السنين فهي بتعمل نفس الموقف عادي وهي مفكرة ان هو اول مرة لكن هو جواها يعني هي طريقتها كده. ولا ولا يعني مثلا هي ممكن تكون ايه مفكره ان هي ضايقتك اول مره فحبت تضايقك تاني، لان طبعا بيبان علينا بالذات واحنا لسه صغيرين كده ما بنعرفش نداري تعبير وشنا قوي. فلما الموقف حصل تاني بعد 5 سنين، عايزه اقول لكم ان انا يا ترى كان رد فعلي بقى عامل ازاي؟ لو حد يقدر يوقف ويكتب في الكومنتات يكتب. عايزه اقول لكم المره دي الكرسي اللي هي عملت عليه تحته وقالت لي بصي كده، قلت لها بجد والله ده كده كويس يعني. وصلت لها ان الشويه دول كده كويسين قوي، امال لو شفتي الكرسي التاني، او مثلا قولي لها لو تحت السرير يعني فاهمين قصدي. قلت لها لا امال لو شفتي الكرسي التاني ده متبهدل اكتر وفيه اضعاف التراب اللي انت بتقولي عليه ده. فعايزه اقول لكم انه رد الفعل كان مختلف تماما مني ومن اللي قصادي. اللي انا عايزه اوصله لك في الفكره دي ايه، ان انت لازم تحددي اولوياتك. انا لما كبرت شويه حملي الاولاني كان غير حملي التاني كان غير حملي الاولاني. بقى فهمت الدنيا، بقى عندي اولويات، عرفت ان في حاجه بتتعبني لدرجه اوفر فانا مش المفروض ان انا اعملها قوي كده. عرفت ان كل مرحله ليها متطلباتها. ودي اول نقطه عايزه اكلمك عنها النهارده، الاولويات. انا عايزاكي تقعدي مع نفسك ايا كان المرحله اللي انت فيها او اللي ولادك فيها. ممكن يكون واحده بتسمعني دلوقتي ولادها كبروا خلاص في الجامعه مثلا وهي فاضيه، ممكن تكون لا لسه عندها بيبي صغير، ممكن يكون عندها اكتر ولا عندها توأم. ايا كان اللي بتسمعني النهارده انا عايزاكي تقعدي مع نفسك وتحطي اولويات لحياتك. على فكره ممكن يكون ربنا ما كتبلكيش الخلفه اصلا، ممكن تكون اللي بتسمعني بنت سنجل. انا بتكلم عن حاجه حلوه لنفسيتنا ولحياتنا وللفتره او المرحله اللي احنا فيها. عايزاكي تقعدي وتحطي اولوياتك في المرحله دي ايه. في حد مثلا واحده عندها بيبي صغير
هتقدر تسأل نفسها السؤال ده. السؤال ده هنقدر نعرفه طبعا بفطرتنا، ولو انا محتارة قوي لو في مراحل تانية انا ممكن اسأل ايه اللي في المرحلة دي اللي ربنا هيسألني عليه الاول. يعني مثلا لو لا قدر الله ربنا قبض روحي النهاردة، ايه اول حاجة هيسألني عليها؟ تمام. طيب اكيد في مراحل البيبيهات الصغيرة اول حاجة يسألك عليها البيبي. فلو انت في استطاعتك انك تقعدي وفي البيت مثلا لو انت بتشتغلي او الكلام ده كله وتراعيه رعاية كاملة في الفترة دي، وهنقصر شوية في باقي الحاجات قصاد الكام سنة اللي في الاول دول، ما هو بس ايه يبقى كويس. ومش بقولك قصري، احنا هنتكلم برضو في خلال اللي جاي انك ازاي تمسكي زمام الامور. لكن انا مش عايزاكي لو ما قدرتيش تمسكي زمام الامور ده 100% ما تبقيش زعلانة. لو عملتي 60% فاعرفي ان ده حلو، عشان المرحلة دي فيها اولوية تانية. فاكرين لما قلت لكم مثال انه مثلا انت لو بتحبي مثلا الشتاء بتحبيه قوي قوي قوي، لكن جه عليك الصيف وانت متضايقه، جيتي لبستي من كتر حبك في الشتاء، هتيجي تلبسي اللبس الشتوي في الصيف هيعييكي، مش هتقدري تستحمليه. طب لو العكس، لو انت بتحبي الصيف جدا وجه عليكي الشتاء ولبستي الهدوم الصيفي، هتسقعي وهتبردي وهتخشي في دور وهيجيلك دور جامد قوي، التهاب رئوي. فلازم نعيش كل مرحله بتفاصيلها بمواصفاتها بكل حاجه فيها، عشان احنا اللي ما نتعبش. فعندي بيبي صغير هعرف اولوياتي في المرحله دي ايه، عندي ولاد في المدارس، عندي فتره امتحانات هعرف الاولويه دي ايه، عندي فتره مثلا مش امتحانات او اجازه ونفس سن الاولاد، وهكذا بقى. انا بشتغل هعرف ان انا برضو المفروض ابقى عامله ايه، انا مش بشتغل هبقى عامله ايه. فلازم اقعد مع نفسي واحدد اولوياتي كويس قوي في المرحله اللي انا فيها ايا كانت. طيب، تاني حاجة عايزة أقولك عليها من الحاجات اللي هتعطلك في شغل البيت ومش هتخليكي تعرفي تلمي الدنيا كلها، الموبايل. لان ده برضو مشترك بيننا كلنا. كون ان انت هتمسكي الموبايل بالساعات، سواء ان انت قاعده عليه بتعملي سكرول، سواء ان انت بتتكلمي فيه. يعني في ناس فعلا بتتكلم بالساعات، مامتها واختها والكلام ده كله. لكن برضو مش لازم قوي كده، او مش لازم الوقت الطويل قوي كده، وافضل قاعده افكر وادور واتفرج واتكلم واعمل الكلام ده كله وانا عليا شغل مهم ما عملتوش. مش لازم اضيع اول ساعه في يومي اللي هي بيبقى المفروض فيها تركيزي عالي ونشاطي عالي في السرير وانا قاعده اعمل سكرول وخلاص. مش لازم كده. كل حاجه ربنا اداها لنا نعمه في ايدينا هنتسأل عليها، ولازم نستخدمها استخدام صح. فنستخدمه استخدام صح في الوقت المسموح بيه. يمكن قلت لكم الجمله دي قبل كده، قلت لكم انا نفسي مثلا بشتغل السوشيال ميديا، بس اليوم اللي انا بطول فيه على الموبايل بفضل قاعده قاعده قاعده، انا اليوم بيضيع مني، حتى شغلي ما بعرفش اعمله، ما بلاقيش وقت خلاص. ما انت لازم تقومي تعملي بقى الحاجات اللي وراكي، فمش هلحق. فهو ضياع للوقت بينا يعني لينا كلنا. هنقدر نستخدمه ازاي؟ هقول لكم بعد شويه هنقدر نستخدمه ازاي. تمام. لكن ما نضيعش وقتنا على الموبايل، ودي برضو نقطه مشتركه ايا كان حالتك ايه. طيب، عايزه اديكي نصيحه ثالثه وهتفرق معاكي جدا جدا جدا، وهي الاجواء. يعني ايه كلمه الاجواء؟ عارفين لما نيجي مثلا نقول على اجواء رمضان، بصوا بنحبها ازاي وبنحب نعيشها بكل ما فيها. طبعا هي مش الاساس، هي الاساس العباده انا عارفه، بس احنا بنعمل برضو حاجات كده بتفرحنا تمام نفسيا، وفي حاجات مش حرام عادي لو عملناها تمام. لو جيتي دلوقتي شفتي صور الاوضه بتاعتك مثلا وانت مزيناها، لو انت كنت مصوراها مثلا في رمضان او كده، بصي الاحساس اللي جواكي اللي بيحصل، بتحبيه وبتحبي الاجواء اللي انت عاملاها. مثلا لو سمعتي اغنيه بتاعت رمضان دلوقتي، لو انت بتقلبي كده وقابلتك بتشدك، بتحبيها. فاهمين؟ الاجواء بتحببك في المرحله ايا كان اللي انت فيها ايه. كل حاجه بيبقى لينا احنا كده كمان كمصريين، بنحب نعمل طقوس كده للعيد واجواء لينا، كل حاجه كده ليها اوقاتها وحلاوتها. فليه ما تعمليش لنفسك اجواء حلوه تحببك في الحاجه اللي انت ما بتحبهاش؟ يعني مثلا انت المطبخ بياخد عدد ساعات طويل منك، وده هنتكلم فيه برضو. ولكن انا ما بحبش وقفه المطبخ، انا بزهق منها. انا مثلا بحس ان هي ايه، ساعات بيجي لنا احساس ان احنا عمرنا بيروح حرفيا. انا لو وقفت المطبخ عدد الساعات ده كله، انا ايه ده، انا مستفيده ايه؟ يعني ساعات الشيطان بيمسك دماغنا كده، انا استفدت ايه؟ انا ضيعت الوقت كله. عارفين يوم المحشي لو بياخد مننا اليوم كله وتلاقيه اتاكل في 10 دقايق بعدها، تحسي برضو انك تعبتي. فليه ما نخليش القعده دي حلوه عشان نحبها وعشان نعمل شغل بيتنا واحنا مبسوطين مثلا؟ طب ازاي؟ اولا انصحك وبشده انك مثلا لو هنتكلم على المطبخ، لازم تحطي حاجه تقعدي عليها. ما ينفعش ان انت طول الوقت وكل التجهيزات وكل حاجه تعمليها وانت واقفه على رجلك. ايا كان انت سنك ايه، لو انت في العشرينات ما تستهتريش بكلامي، لو انت في السبعينات والثمانينات ما تستهتريش بكلامي، واكيد طبعا من خبرتك مع الوقت بقيتي عارفه ان ده الصح. ما تقعديش، انا ما عنديش مكان في المطبخ احط ترابيزه وكراسي. انا عايزه اقولك انا نفسي ما عنديش مكان في المطبخ ولا حاطه ترابيزه ولا كراسي. هو واسع بس كله دواليب يعني. ما جاش في بالي وانا بصممه ان انا حتى اعمل ركن كده، ان شاء الله الترابيزه اللي هي بتطبق وتتفرد وبتبقى على الحيطه دي مثلا.
كان المفروض ان انا اعمل ده وندمان عليه جدا، ودلوقتي ما عنديش مساحه ان انا اعمله، بقى كله دواليب ورخام. طب اعمل ايه؟ عارفه الكراسي اللي بتطبق وتتفرد البلاستيك دي، انا حاطه واحد مثلا في الطرقه، بعد ما بخلص بشيله. تمام. وقفه الغدا مثلا او وقت حاجه طويله مثلا بجيبه اقعد، اي حاجه بجهزها انا ممكن احط الطبق على رجلي واقطع خضار، اعمل اي حاجه، المهم انا ظهري ورجلي يبقوا مرتاحين عشان اقدر احافظ على صحتي وعشان اقدر اكمل باقي الحاجات اللي ورايا، وراعي ولادي وراعي بيتي. فضروري انك تعملي شويه حاجات تريحك. فكره انك تجيبي كرسي دي حلوه جدا. عايزه اقول لكم، عارفين صواني العشاء؟ انا متجوزه اللي هي بصينيه العشاء الستانلس الكبيره دي، ركناها كده على جنب، معظم استخدامي ليها مش على الاكل ولا على العشاء خالص، كده كده مثلا بناكل على الترابيزه او الحاجات دي، لكن ان انا ممكن احطها في الارض واقعد في الارض عليها وارتب وانظم كل حاجتي، سبانخ اقطعها، ملوخيه اقطفها، مش عارفه ايه الكلام ده، ليه هقف في كده؟ محشي هحشيه، الحاجات دي كلها. اقعدي وخلي كل الكركبه وكل الحاجات اللي ممكن تقع منك في المطبخ، وفي الاخر لمي مكانك وخلاص. لكن الفكره يعني اللي انا بتكلم فيها فكره القعده، لازم تظبطي نفسك بحيث انك تبقي قاعده، حتى لو ما عندكيش مساحه اقعدي وضبي الخضار جوه في اي مكان ولمي مكانك، او فريشي مشمع ولميه. عايزه اقول لكم من ضمن الحاجات المهمه قوي برضو في وقفه المطبخ واللي هتريحك، انك تجيبي سليبر يكون مريح، يكون يعني سوفت كده من تحتك، حتى لو هو مش غالي او مش حاجه طبيه، بس تكوني لما تتكي كده على النعل بتاعه وانت بتشتريه يكون مريح كده لرجلك وكويس. ولو قدرتي تجيبي حاجه طبيه هاتي، في حاجات ما بحبش استخسر فيها بصراحه، اصرفي لو انت كمان من النوع اللي رجلك بتوجعك. الحاجات دي هتاثر على رجلك وهتاثر على ظهرك ايا كان عمرك. عشان كده انا بقول لكم افكار النهارده هي مناسبه لينا كلنا. بعد كده هنتكلم في تفاصيل بقى البيت وفي تفاصيل التنظيم والترتيب والكلام ده كله. وعايزه اقول لكم برضو في قائمه تشغيل على القناه او بلاي ليست، هتلاقي فيها برضو فيديوهات تخص تنظيم وترتيب البيت وفيها افكار، وهضيف برضو الفيديو ده ليها ان شاء الله. طيب في ايه تاني مثلا ممكن يريحنا في المطبخ؟ طبعا خلينا نتكلم عن التفريزات والتجهيزات والكلام دي بس في فيديوهات جايه. انا بقول لك تفاصيل ممكن ما تكونيش واخده بالك منها، مثلا زي الوقفه اللي هي غلط، زي السليبر، زي الحاجات دي. عايزه اكلمك في نقطه تانية بعدها، وهي انك فكره انك انت تبقي عامله حصاله في حياتك، فهي فكره ضروريه. فكره الحصاله دي انا ممكن اطبقها على كذا حاجه. اولا ممكن اعمل حصاله للصدقه، مثلا لو انت عايزه تطلعي حاجه لله ومش معاكي، او عايزه تجمعي حاجه على بعض، او عايزه تعملي اطعام، او عايزه حاجه بمبلغ على بعض، ممكن تعملي حصاله للصدقه. عايزه اقولك انك ممكن تعملي حصاله اسمها ايه، زي ما تكون اسمها الستر، انا يعني بخترع الاسم ده دلوقتي، حصاله الستر، اللي هي ايه؟ اللي هي حصاله للزمن، حصاله انك تبقي شايله فيها قرش لقدام، يعني اللي هو لكام سنه قدام، اللي هو لما نكبر قوي. يكون برضو في معاكي حاجه كده تسترك فعلا، هي معناها كده، هي معناها انها تسترك في الزمن. تمام. طبعا ربنا الستار يعني، بس ايه، نبقى عاملين اللي علينا من واحنا لسه في الدنيا، ان احنا نشيل قرش لبعد كده. طيب عايزه اقولك بقى برضو، يا ريت تعملي حصاله الراحه. ايه بقى حصاله الراحه دي؟ اي حاجه نفسك فيها وتشوفيها مثلا على النت او اي حاجه، وحاسه ان هي هتريحك وهتريح من صحتك، حوشي في الحصاله دي لحد ما تجيبيها. يعني لو في مثلا نوع مكنسه معين شايفه ان هو هيريحك، مثلا وايرلس او اي حاجه، يعني اوصيكي انك تحوشي لحد ما تشتريها. لو في فوط معينه هتريحك، لو مثلا حد واخد على فوط ايكوي وجرين وشايف ان هي هتريحه مثلا، او عنده حساسيه مش قادر يستخدم منظفات كتير، فحوشي وهاتيها. اي اداه، بصي انت بقى وكل واحده وتفكيرها وكل واحده وصحتها وكل واحده ورغباتها يعني، اي اداه شايفه ان هي هتريحك حوشي في الحصاله دي واشتريها. واي قرش بتدفعيه في حاجه تريحك فعلا فده قرش في محله، يعني صدقيني ده مش تبذير خالص. واللي يريحك ما يريحش غيرك، يعني ممكن حد ان شاء الله لو اختك تقولك لا دي ملهاش لازمه، لكن هي ضروريه جدا في حياتك. غساله الاطباق عايزه اقول لكم مهمه جدا 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 جدا، مع ان انا مثلا حواليا مامتي واخواتي مش عندهم وشايفين انها عادي، يعني مش شرط، ما طول عمرنا بنغسل المواعين. انا لما باظت عندي في فتره انا كنت هتجنن، انا مش عارفه يعني في حاجه ناقصه في حياتي، حاجه ضروريه، اللي هو لدرجه ان انا بقيت حاسه ان هي اهم من غساله الملابس بجد حرفيا اللي هياخد عليها. واللي ولاده من النوع اللي بيبهدلوا كتير بيبهدلوا كتير، المفروض ان احنا نعودهم، بس بجد حاولت كتير قوي. الرفايع كمان بالذات، يعني حتى لو غسلنا الحلل على الحوض كفايه كم الكوبايات وكم الاطباق والحاجات اللي بيستهلكوها، هتريحك كتير. اي حاجه بقى، اي فكره في دماغك هتريحك حوشي وهاتيها. فابدأي فعلي حصالة الراحة، فعلي دي كده في حياتك وخليها كده حاجة أساسية. من ضمن الأفكار اللي هتريحك قوي فكرة الشاحن. ايه فكرة الشاحن دي؟ شاحن الموبايل يعني او شاحن اي جهاز؟ لا، شاحنك انتي. لازم يكون عندك حاجات في يومك تشحنك. ربنا خلق لنا حاجات طبيعية تشحننا، زي ايه؟ زي الخمس صلوات.
فكرة إنِّك أول ما الضهر يأذّن تسيبي اللي في إيدِك وتروحي تصلّي، وأول ما العصر يأذّن تسيبي اللي في إيدِك وتروحي تصلّي، ده هيفرّح ربنا جدًا طبعًا، هيبارك لِك في وقتِك، هيبارك لِك في العمل اللي أنتِ بتعمليه أصلًا، لإنِّك فعلًا بدّيتِ الصلاة عنه وقُمتِ عملتيها، هيبارك لِك في روحِك أنتِ زي ما تكون بتتجدد، ربنا خالق الشاحن ده أو الصلاة دي يعني قصدي عشان نشد الفيشة ونفصل فيها، ربنا عملها بمواعيد وربنا عملها بالعدد ده، ربنا ليه حكمة في كل حاجة، فربنا خلق لنا شاحن يومي لازم أقعد كده أهدى شوية دول عشان أرجع طاقتي تتجدد وأرجع أكمّل، وأهدى شوية دول وأرجع طاقتي تتجدد وأرجع أكمّل، وفي كل صلاة أنا هادعي ربنا يعينّي ويبارك لي في وقتي، ويا رب، يا رب أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتِك، أوصيكِ بالدعاء ده، مش عايزة أقول لكم بيفرق معايا قد إيه لمّا بافتكره واليوم اللي باقعد أقوله فيه بيبقى سبحان الله فيه مليان بركة وطاقتي فيه حلوة جدًا. ومن ضمن الشواحن اللي ربنا وصّانا بيها أو سيدنا محمد قالها لبنته السيدة فاطمة، إن إحنا طبعًا نقول بالليل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، طبعًا ده يعني بيقول لِك إن هو بديل الخادم تقوليهم 100 مرّة، أكنِّك جبتِ خادم معاكِ في البيت، جرّبوها وعن يقين ومجرّباها كتير جدًا، 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 بتلاقي سبحان الله اليوم التاني أنا باجي على بالليل أقول إيه ده ما شاء الله النهارده أنجزت أوي، أقعد أفكّر أقول ما أنا قُلتهم بالليل قبل ما أنام، فدي ربنا خلق لِك كده شواحن طبيعية. فلازم الحاجات دي تتمسكي بيها وتعافري عشان تعمليها في يومِك. طيب في إيه تاني ممكن يتعمل؟ في شواحن مش طبيعية، أنتِ بقى اللي تقدري تحدديها على حسب شخصيتِك. بتحبي تاخدي فنجان القهوة بتاعِك كده وتفصلي بين يوم يعني بين شوية مثلًا عملتِ شغلة وفي مهمة تانية المفروض تعمليها، لازم تفصلي، مهمًا كان وضعِك ومهمًا كان عندِك بيبي ما عندكيش بيبي الكلام ده كله، مهما كان وضعِك لازم تفصلي الشوية دول. بتحبي تتفرّجي على التلفزيون على حاجة، بتحبي تقري، بتحبي تعملي أي حاجة تعمليها بتحسّي إنها بتفضّي دماغِك في الفترة دي، لازم تعمليها. فلازم فكرة الشاحن دي برضه تفعّليها في حياتِك هتفرق معاكِ أوي. أنا يعني أنا أصلًا كنت محضّرة للفيديو ده أفكار كتير جدًا، بس هنكتفي بالأفكار دي وبإذن الله الفيديو يعجبكم وهنكمّل الفيديوهات الجاية إن شاء الله. بافكّركم تاني بالمنتدى، منتدى القناة هنا تقدروا تدخلوا عليه كده من يعني هتلاقوا الفيديوهات والshorts وقوائم التشغيل وبعد كده المنتدى. سهل أوي إن أنتم تدخلوا عليه عشان تتابعوا معانا ختم القرآن، ده للناس اللي لسه داخلة القناة جديد، إحنا يعني بنختم عليه القرآن إن شاء الله الحمد لله يعني خلّصنا سورة البقرة ودلوقتي في آل عمران، فأرجو إن حتى اللي لسه داخل دلوقتي وفي ناس بتكتب لي كومنتات إن هي لسه شايفاه دلوقتي، تابعوا معانا من النهارده، والجزء اللي فات ممكن تاخدي إن شاء الله صفحتين، صفحتين كده كل يوم لحد ما تقفي تخلّصي اللي فاتِك، لكن من النهارده تابعي معانا كده الجديد لحد إن شاء الله ما نختم، ربنا يدينا العمر وربنا يتقبل مننا جميعًا ونسأل الله الثبات. باحبكم في الله وأتمنى تكونوا عملتوا لايك في الفيديو واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وبس كده ده كان فيديو النهارده، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.